ومدين بن بلة شادي بوتفليقة زروال تبون. جبت لكم المجرمين الحقيقيين، واليوم غادي نهضروا من فوق السمطه ونخليهم ملهيين مع تحت السمطه، لان هذاك هو المكان الحقيقي ديالهم والفهم يفهم. غادي نهضر في موضوع الذي يجرؤ انه يتكلم عن الموضوع يعرف نفسه من الجزائريين نعم. هو موضوع كان بالأحرى على الإعلام الجزائري التكلم فيه عوض الخوض في أعراضنا، وغنقوموا بهذه المهمة في بلاصة هذا وهذا وهذا هذا وهذا وهذا، لأننا نعلم أن في إعلام الجارة أن الحكومة تريد أن تتستر على الجريمة. نعم، هو هناك من يخدمون مصالح فرنسا في الجزائر، هم الذين كيف استباحت إسرائيل الأراضي الجزائرية وقتلت في شعبها بشكل بشع، كيفاش ساهمت الجزائر لوجستيكيا في تكوين الترسانة النووية لإسرائيل، ما الثمن الذي دفعه الجزائريون وباقا كيخلصوا فيه دابا للحصول على استقلال وهمي وغير كامل. ودائما شعارنا باعترافاتهم. عباس العروي أستاذ الفيزياء الطبية الجزائرية يصرح: هم احتاجوا إلى أماكن يجربوا فيها الأسلحة، فرنسا أعطتهم الصحراء. وتفاديا للغموض وبحل علم الله بالتعاليق، فيصل يؤكد: استعملوا الصحراء الجزائرية بس كانوا بحاجة إلى أرض لإجراء التجارب النووية عليها، ففرنسا أعطت الإسرائيليين الصحراء الجزائرية لإجراء هذه التجارب عليها. ديما كنت كنسأل علاش هذا الإفراط في الشعارات الفضفاضة لمساندة فلسطين، باش كتكون حاس بالذنب تجاه شعب قتل وشرد بأسلحة صنعت على أرضك، كتحس بالذنب تجاه ذاك الشعب. يا للأسف صواريخ أريحة تتذكرون، وأعطتهم مجال لتجريب صواريخ أريحة كذلك. باغي نتعرفوا أكثر نكملوا. حسب جريدة لوموند الفرنسية وعدد كبير من التقارير، الدكتور عباس العروي يصرح: الجزائريون يستطيعون أن يحققوا هذا. بالضبط. تعرف أستاذ أحمد متى اكتشفنا أنه التجارب استمرت إلى 78؟ نعم. 95. ما بغاتش تفهم لكم ولا ما بغاتش تسرط لكم في بلاصتهم كيفاش أن حكومة مستقلة منذ 1962 خلات هذه الجرائم الإسرائيلية الفرنسية توقع على الأرض ديالها حتى 1978. وهنا السؤال الكبير: واش بصح كان الاستقلال؟ وشنو هو الثمن اللي أداه الشعب الجزائري للحصول على استقلال وهمي وغير كامل؟ لماذا يمنح الثوار الجزائريين الفرنسيين حق تدمير أرض الجزائر وشعبها بالقنابل النووية وفق اتفاقية سرية؟ والله ويقال أنها اتفاقية استقلال. لو ما قبلناش كنا نأخر الاستقلال سنوات أخرى. تاريخ مليء بالخيانات ضحيته الشعب الجزائري والفلسطيني اللي قتلوه بأسلحة صنعات على أراضي مسلمة وعربية. هذا الفيديو إهداء لكل جزائري حر لم يجد في صحافته ولا قياداته رجالات حرة تدافع عن كرامته. وكنقول لكم إنكم مخطئون في العدو الحقيقي، فلسنا من استباح أرضكم ولا رجالكم ولا نساءكم. يعني أعطاهم بلائد بأرقام، وبعد التفجيرات جاوا داروا معاينه، يعني استعملوا فعلا كثيران. لكن ما دور الحكومه الجزائريه الان في الحفاظ على الشعب الجزائري وفي كشف خفايا واثار هذه الجرائم على الشعب الجزائري اولا؟ الذي يجرؤ انه يتكلم عن الموضوع يعرف نفسه من الجزائريين. نعم. هناك من يخدمون مصالح فرنسا في الجزائر، هم الجزائريين الذين دسوا في المؤسسات من اجل خدمه مصالح فرنسا. كنقول لكم مخطئون في الايادي التي وجب عليكم تقبيلها.